السلام عليكم ويا اهلا بكم في قناتي قناة مطبخ عز الدين. النهاردة ان شاء الله هنعمل شاورما الدجاج. ولما نقول شاورما الدجاج بنفتكر على طول الشاورما السوري، لان بصراحة هم افضل ناس اللي جرب الشاورما الدجاج. الصراحة بالطريقة السورية خطيرة، ليها طرق كتير، في الطريقة التركية، في الطريقة السورية، في الطريقة اللبنانية، ولكن يعني من رأيي الشخصي افضل طريقة لشاورما الفراخ هي الطريقة السورية، وهي دي اللي احنا هنعملها النهاردة ان شاء الله بكل اسرارها. هنبدأ نقول بسم الله ونبدأ الوصفة بتاعت النهاردة. وهنحتاج 3 صدور فراخ علشان نعمل الشاورما السوري. وطبعا كل المشتملات اللي بتحتاجها الشاورما زي مثلا عيش الصاج، زي مثلا التومية، زي البطاطس المحمرة المقرمشة الجميلة، كل ده هسيب اللينكات بتاعت الفيديوهات بتاعته في صندوق الوصف ان شاء الله. هتنزلوا في صندوق الوصف هتلاقوا الفيديو عن البطاطس المقرمشة، الفيديو عن التومية، الفيديو عن عيش الصاج او العيش السوري. هتلاقوا كل الكلام ده موجود ان شاء الله في صندوق الوصف. يلا بينا وعلى بركة الله نبدأ وصفتنا النهاردة. طيب اول حاجة هنجيب صدر الفرخة نقسمه من النص كده، تمام، بحيث انه يبقى مش تخين قوي معانا. وهنبدأ نقطعه شرايح بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده، يعني يكون التخانة بتاعته نص صباع، تمام. هنقطع الكمية كلها بنفس الطريقة، شرايط 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 كده لحد ما نخلص الكمية كلها. طيب قطعنا يا جماعة الشاورما بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين اهي، شرايط 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 زي ما قلنا. وهنبدأ دلوقتي في عمل الخلطة اللي هننقعها فيها. هتتنقع حوالي 4 ساعات، ويا سلام لو انتوا عملتوها مثلا بالليل ونقعتوها وجيتوا تاني يوم بدأتوا تطبخوها وتسووها، يبقى ممتاز جدا. لكن احنا هنعمل الخلطة ولحضراتكم الحرية بقى، عايزين تنقعوها 4 ساعات ماشي، دي اقل فترة. عايزين تبيتوها في الخلطة مفيش مشكلة. يلا بينا نعمل الخلطة بتاعتنا الجميلة وبسم الله. جهزنا التوابل بتاعتنا يا جماعة والمكونات اللي هنحتاجها لعمل الخليط بتاع نقع الدجاج. هنحتاج كوب من الزبادي. الزبادي بلغة اخواننا في اهل الخليج اللي هو اللبن، بيسموه اللبن، احنا عندنا زبادي، تمام اهو. طيب كوب من الزبادي، وهنحتاج حوالي 7 فصوص توم كبار، وهنحتاج 3 ليمونات بقشرهم، يعني هنقطع الليمون وهناخد الليمون بالقشر بتاعه، عصير الليمون وبالقشر بتاعه. طيب المكونات اللي هنحتاج منها معلقة كاملة ملح، معلقة الصغيرة اللي انا وريتها لحضراتكم، ملح معلقة كاملة، نص معلقة من برضو اللي هي المعلقة الصغيرة اللي انا قلتها اللي انا وريتها لحضراتكم، نص معلقة من كل حاجة من اللي هقولها دلوقتي. جنزبيل بودر، حبهان وده مهم جدا في الخلطة بتاعتنا، كزبرة بودر، توابل مشكلة، توم بودر، كركم، ده نص معلقة من كل حاجة، وربع معلقة من اللي هقوله، قرفة مطحونة، فلفل اسود وقرنفل، ربع معلقة وربع معلقة وربع معلقة، ورشة فانيليا. دي مهمة جدا، مهمة جدا جدا، تمام. هنبدأ ناخد التوم مع الليمون مع شوية مية بسيط ونضربهم في الخلاط لحد لما يبقوا عصير. قطعت الليمون وقطعت التوم، هبدأ اخدهم هما ومعلقة الملح عشان يسهل عملية الخلط في الخلاط ويدوبوا تماما، مع شوية مية بسيط حوالي ربع كوباية مية، وكل ده اضربه في الخلاط واخليه عصير. يلا بينا. ضربت المكونات في الخلاط اهي زي ما حضراتكم شايفين، حطيت معاهم كوباية الزبادي كمان، وابدأ افضي الخليط واحط التوابل بتاعتي كلها، اخلط كويس، ما تزودوش المية، احنا مش عايزين مية زيادة وعايزين سائل
يكون كويس ويحاوط الشاورما كلها. لو لقيت الميه زياده شويه ممكن ازود كوبايه زبادي، مفيش اي مشكله، بحيث ان هي تتقل الخليط شويه. انا هزود كوبايه زبادي لان الخليط خفيف. الخليط تقل معايا كويس، ده القوام اللي انا عايزه. هبدأ احط الدجاج بتاعي او الفراخ. بسم الله، فضيها بالكامل. خلط كويس جدا واسيبها منقوعة حوالي 4 ساعات اقل حاجة، او ابيتها ليلة كاملة. تمام جدا. اغطيها واسيبها منقوعة 4 ساعات زي ما قلت لحضراتكم، اقل حاجة او ليلة كاملة. يلا بينا. طلعنا الشاورما من التلاجة بعد مرور حوالي 4 ساعات. طبعا هي كلت من التتبيلة، بس زي ما قلت لحضراتكم الافضل ان هي تبات فيها. يلا بينا على ان شاء الله تسوية الشاورما. طيب هنبدأ تسوية الشاورما. الطاسة الجميلة بتاعتي لازم تكون طاسة ما بيلزقش فيها الحاجة. تمام. هحط فيها زيت وسمنة مع بعض شوية حلوين كده اهم. بصوا كده، قيمة دي حوالي نص كوباية على المقدار اللي احنا هنعمله ده. طيب هنسخن الزيت كويس جدا جدا، لازم يكون سخن جامد، ونبدأ نحط الشاورما فيه علشان تاخد صدمة بالحرارة وما تنزلش المية. تمام، ده شيء مهم. هنبدأ نحط الشاورما بتاعتنا. الشاورما بتاعتنا طبعا شربت التتبيلة، وهنبدأ لازم تاخد الصدمة دي كده. يا دوب هنفردها بس في الطاسة ومش هنقلبها خالص. مش هنقلب خالص. انا فردتها في الطاسة. بعد حوالي 3-4 دقايق كده هبدأ اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. بصوا اللي تحت اتحمر ليه؟ ده اللي كان واخد الصدمة، لكن مفيش مية نزلت. ده السائل بتاع النقع. وهو ده المطلوب، مش عايز مية تنزل بالفراخ. تمام. هسيبها برضو 3-4 دقايق. تمام. والنار عالية تحت منها، وبعد كده ارجع اقلب زي ما انا قلبت كده. جينا بعد 5 دقايق نقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق بس، ونسيبها بقى لحد لما تبخر اي سوائل زيادة وتبدأ الفراخ تتحمص. ده مهم جدا، ما نجيش ناحيتها. نسيبها تبخر اي سوائل، الزيت يبقى ظاهر والقاع يتحمص ويتحول للون الذهبي الجميل. هنا نبدأ نقلب. الشاورما بدأت تتحمص معايا، السوائل كلها اتبخرت لو كان في سوائل اصلا، وبدأ يبقى الزيت صافي خالص. هنا ابدأ اقلب بقى بقلب جامد اهو. بصوا كده بدأت تتحمر ازاي. الله الله، الريحة تحفة. وبدأت أصوات الجوع. اديله يا معلم، اديله. سيبها شوية، قيمة دقيقة بقى مش 5 دقايق، وارجع اقلب وهكذا لحد كلها لما تتحمص. بس هنا اوطي الحرارة شوية، تهدي الحرارة تحت منها شوية عشان ما تتلسعش منها. تمام. بصوا اللون الجميل دوت، شايفين؟
نحمصها بقى كويس في المرحلة ديت، وبعد كده على السندوتشات عدل ان شاء الله بعيش الصاج، ونعمل الفينش الجميل اللي هوريه لحضراتكم. نقلب، شايفين بقى ما شاء الله، الله الله. ما خليهاش تتلسع، يعني نجيب اللون الذهبي وخلاص على كده. نقلب تاني، بدأت تتحمص وهذا هو المطلوب. الشاورما اتحمصت معايا كويس اهي زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ احاول اصفيها من اي زيوت واخدها على العيش الجميل بتاعي، العيش السوري، ونبدأ نعمل السندوتشات بتاعتنا ونشوف التكة الأخيرة اللي بتدي طعم تحفة للعيش. يلا بينا. طبعا هنا جبنا عيش الصاج الجميل اللي احنا عملناه قبل كده على القناة، وهسيب لحضراتكم كل لينكات الفيديوهات في صندوق الوصف. اول حاجة احط التومية افردها كويس جدا على الرغيف بتاعي، وبعد كده احط البطاطس المقلية، طبعا بطاطس مقرمشة ملهاش حل. وبعد كده هنا بضيف الشاورما اللي احنا خلصناها، كل واحد طبعا حسب المقدار اللي هو عايزه، وممكن يحط رغيفين من العيش الصاج لانه بيبقى رقيق جدا، فممكن نحط رغيفين. وبقفل، بس اهم حاجة في التقفيل اني اشد الرغيف كويس، لازم الرغيف يكون مشدود عشان ما يفكش اثناء التسوية. بقفل كده وبزق المكونات لجوه وبشد جامد واقوم مقفل كويس، لازم الرغيف يكون متقفل كويس جدا. وبعد كده اقوم حطه على جنب وابدأ في عمل رغيف تاني. عايز بس الفت نظر حضراتكم، بصوا العيش رايق ازاي ان شاء الله تبارك الله. ده اللي احنا قدمناه على القناة، وهنبدأ نعمل واحد تاني، سندوتش تاني بنفس الطريقة بالظبط، التومية وبعد كده البطاطس وبعد كده الشاورما، وبعد كده نلف كويس جدا. طبعا اللي عايز يحط مخلل خيار يحط مخلل خيار لو متوفر عنده، مفيش اي مشكلة، يقطع الخيار شرايح ويحطه. ان شاء الله هنخلص المقدار بنفس الطريقة، ونروح بعد كده بإذن الله على التسوية. والتكة اللي انا كنت عايز اقولها لحضراتكم ان المفروض ان نبلل العيش من الزيت بتاع الشاورما ونسويه. هنبدأ في تسوية السندوتشات بتاعتنا. حطينا السندوتشات بعد لما حطينا نقطتين زيت على الجريل، وهضغط عليها كده زي ما حضراتكم شايفين. استوى من تحت اهو مقلبه. اسويهم من الاربع جهات، من فوق ومن تحت ومن الجنب اليمين والجنب الشمال. تمام يا جماعه؟ اخلص وارجع لحضراتكم بامر الله. شايفين الجمال؟ خلصنا يا جماعه الشاورما بتاعتنا، الشاورما السوري التحفه ان شاء الله تبارك الله، حاجه تتاكل لوحدها ان شاء الله. شايفين البطاطس بقى والحشو الجميل ان شاء الله. مش عايزين نخرب السندوتش ده بعضه. المهم، كان معاكم احمد عز الدين من قناتي على اليوتيوب، قناة مطبخ عز الدين. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لكم وصفة جيدة، والف هنا وشفا للي هيعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش من الدعم والاشتراك ودعوة طيبة بظهر الغيب ان شاء الله.